يا صباح الهنا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال يا رب. النهارده بقى معانا أكلة من الأكلات الشتوية اللي أنا بموت فيها وبعشقها، القلقاس حبيب قلبي. زي ما انتم شايفين كده، معانا قلقاس، معانا فراخ ومعانا رز. الفيديو النهارده ان شاء الله يعجبكم. شوفوا بقى، انا طبعا غسلت الفراخ غسيل كويس جدا، وزي ما انتم شايفين بقى ايه، حطيت له دقيق، جبت معلقه دقيق ومعلقه سكر وشوي وبتاع وليمونه، ومعايا زي ما انتم شايفين كده ايه قشره برتقانه بقى كده. بصوا ادعكوا فيها لما تزهقوا، عشان تخلي ايه، تشيل الزفاره بتاعت ايه، بتاعت الفراخ. هنا خلاص بقى غسلتها وركنتها في جنب، عشان ايه؟ عشان اخش اشوف ايه اعمل بعد كده. الخضره بتاعه القلقاس، لازم خضره القلقاس اعملها الاول، لان الخضره دي لازم تبرد يا جماعه، ما اعملهاش في الخلاط على طول، لازم ايه تبرد شويه. فانا طبعا هعملها هي الاول وهركنها عبال ما هي ما تبرد شويه، اكون انا ايه خلصت كل حاجه. زي ما انتم شايفين بقى، بجيب الخضره كده وبنضفها، طلع منها ايه الاشياء اللي مش نظيفه، او كانت مليانه سبانخ وكانت مليانه جرجير الخضره دي على فكره. هخلصها بقى كلها زي ما انتم شايفين كده. شوفوا بقى، هقوم رايحه دلوقتي مقطعاها. شوف، هقطعها بالسكينه، مش تقطيع صغير ولا حاجه، ممكن اقطعها اتنين عادي، بس انا بس ايه حبيت اقطعها كده كام حته، علشان ايه زي ما انتم شايفين ما شاء الله كتيره، وعشان لو اتحطت في الطاسه ما تقعش مننا، واحنا مش يعني لما نيجي نقلبها ما تقعش. انا بقى قطعتها وجبت صينيه، ما جبتش الصينيه بتاعتي. جبت الصينيه ما جبتش الطاسه. هنا بقى عملت ايه، عندي بقى التوم المتفرز ده، شايفين حته تومه قد ايه مفتريه يا جماعه. ظلمه. بصوا، انا من عشاق التوم، من عشاق التوم. هنا بقى زي ما انتم شايفين التوم بقى خارج من الفريزر متجمد، فانا عملت ايه، طبعا جبت السكينه وقعدت اقطعه زي ما انتم شايفين كده، علشان ايه يفك معايا. هنا بقى هجيب حبه زيت محترمين ومعلقه دهن معاهم، اللي انا مسيحاها دي سمنه، وكان الله ايه بالسر عليه. هجيب بقى التومه يا جماعه بتاعتنا بتصفر او بتاخد لون ذهبي، ما بتمررش، ما بتتحمرش، عشان ما تمررش. مش كل مره اقول كده. التومه فعلا بتصفر او لون ذهبي، اما التومه بتغمق معانا بتبقى مره وبتمرر الاكل معانا. فهي دي ايه، دي احلى حاجه، احلى لون تعملوه. هنا بقى كانت بدأت تصفر معايا زي ما انتوا شايفين، ريحتها كانت جبارة على فكرة، والله العظيم ان الخلطة دي بتبقى ريحتها جميلة قوي. هنا بقى شايفين، عشان الخضار متقطع معايا عارفة اتحكم فيه، لكن لو كان زي ما هو كبير كده والله العظيم كان هيقع مني، مكنتش عارفة اعمله ابدا. زي ما انتوا شايفين بقى كده، هنعمل بقى ايه، هنعمل الخضرة كلها كده. وشوفوا بقى، عاوزة اقول لكم على حاجة، وانتي بتعملي دي، بتعملي الخضرة كده، شوفي زي ما هي لونها زي ما هو اهو، محتفظة بلونها ومحتفظة بكل حاجة، عايزاها تبقى كده بس، اوعي تسمريها، اوعي تغمقيها، هتخلي القص طعمه وحش، هتسوده، هتخلي ايه شكله، اولا شكله وحش، ثانيا طعمه وحش. فخليكي ايه، خلي الخضرة معاكي تبقى ايه كده، ما تخليها تدبل بس كده، يعني دبلها شوية. انا بعملها كده وبيبقى القلقاس تحفة بصراحة. القلقاس النهاردة كان خطير، اقسم بالله كان روعة. هنا بقى جبت القطاعة بتاعتي القمر دي، قشرت عليها القلقاس، وزي ما انتم شايفين كده بقى ايه، قطعت عليها كمان القلقاس زي ما انتم شايفين. هقطع بقى كل القلقاس يا جماعه زي ما احنا شايفين كده، وهرجع لكم ايه وارجع تاني. شايفين احلى، بصوا في ثانيه لا ثانيه كنت مخلصه. احلى طريقه واسهل طريقه وما بتاخديش وقت، اهو زي ما انتم شايفين اهو. هنا بقى زي ما انتم شايفين خلصته خالص، هجيب بقى مصفى وهغسله. شوفي بقى يا ست الكل، انت وهي صلى على النبي كده عليه الصلاه والسلام. شوفي القلقاس بيتغسل كده بس وانت جايه تطبخيه، يعني انا عشان هطبخه حالا دلوقتي هغسله، لكن لو بخزنه مش هغسله. ليه بقى؟ الميه لما بتيجي على اي حاجه بتبوظها. ففي ناس بتعمل ايه، بتخزن القلقاس وبتلاقيه سود ليه، علشان غسلته، اسود عشان غسلته، عشان المية جت عليه. فلو سمحتي اما تيجي تفرزي ما تغسليش، اغسلي بعد ما تطلعي عادي، وانت جايه تطبخيه اغسلي عادي مفيش مشكله. هنا بقى خلاص كانت الفراخ اتنقعت معايا لما قلت بس. انا بقى ايه غسلتها غسيل محترم، غسلتها غسيل حلو كويس جدا، وجبت السكينه كده وقعدت اغرز فيها كده زي ما انتوا شايفين. عامل لها فتحات كده عشان ايه تبقى حلوه تستوي حلو ومبقاش فيها دم، لان الوراك زي ما انتوا شايفين ايه كبيره. هنا بقى ايه، هجيب بقى ورق لوري،
فلفل اسود، حبهان، مستكه. زي ما انتم شايفين كده انا بعمل حبهان بالسكينه عشان ما عنديش ضوافر، على طول باكل ضوافري بعرقرها. هنا بقى ايه، جبت بقى فلفلايه وطماطمايه وبصلتين. هنا بقى هنيجي بقى الخلطه اللي اعملها فين في الفراخ بعد ما ايه ما تطلع من الفرن. برضو بجهز كل حاجه جنبي، دي صويا صوص وفلفلايه و... وطماطمايه واربع فصوص توم. ما تحطوش بصل، ما بحبش احط بصل يا جماعه. وحطيت طبعا شويه ميه عشان تحرك معايا الشفشق. وحطيت بقى فلفل اسود وحبهان ومستكه وسبع بهارات وايه وبس. وقلبتهم كويس جدا في بعض وايه، وحطيت زي ما انتم شايفين شويه زيت عشان لما اجي اعملها تحمر معايا. هنا بقى ايه يعني، بص خيبة الامل راكبه جمل. والله العظيم انا قبل كده كنت عامله معاكم القلقاس صح، اللي هو ايه البتاعه دي، الخلطه بتاع القلقاس دي. إيه والله العظيم المره اللي فاتت وانا بعمل خلطه القلقاس الخلاط اتكسر، الشفشق باظ، ما ينفعش اجيب، والله ده جديد، ده ب 130 جنيه. ماشي، قال لك الشفشق مش هينفع يتصلح. جبت واحد جديد النهارده، شوفوا انا حاطه ميه اهو، يعني المفروض ما يبقاش نفس الحركه بس. اعتقد ان شاء الله ان الشفشق يتصلح المره دي، الجلده بس لسه بعمل، ما حصلش نصيب بقى. لقيتك قام مصفر وقام واقف، قلت يا صلاة النبي على النبي يا ست السلام، ده انا بركة يا ولاد، ده انا شرارة. محمد بيقول لي يا ماما في ايه، انتوا كل ما تشغل خلاط تبوظيه. اختي بتقول لي بعد عن الخلاط يا هبه ابص. شرارة، شرارة يا جماعة والله. والله العظيم حط له مية، اعمل ايه يعني. المهم خلاص الخلاط بس انتم شايفين خلاص ننساه ننساه. المهم بقى خلاص كده الفراخ كانت استوت معانا. وقمت بقى طبعا زي ما انتم شايفين كده حطيتها في الفرن. حطيت لها طبعا الخلطة، بصوا كانت ريحة وطعم روعة 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 روعة، بجد حلو قوي. ماشي. حطوا بقى ايه، جبت بقى زي ما انتم شايفين كده الفحماية الحلوة دي، علشان ايه، علشان جبت ورقة اللوري. لوري ايه، جبت ورق فويل. وهعمل بقى فحم دلوقتي واخلي الدنيا قمر. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده حطيت بقى الفحمة، وبقت فظيعة، كانت ريحة وطعم وحياة ربنا الفراخ دي كانت جميلة قوي قوي. هنا بقى خلاص خلصت الفراخ زي ما انتم شايفين كده بقى، وخلاص بقى ايه، اقعدي بقى يا حاجة استنى اما اخلص بقى. جبت بقى زي ما انتم شايفين الشوربة كانت طبعا خلصت معايا. فجبت حلة تانية وخدت ايه، وخدت فيها بقى الشوربة، وحطيت عليها القلقاس وايه، وهحط عليها الخضرة اللي انا لسه عاملاها في الخلاط حالا دلوقتي زي ما انتم شايفين كده اهو. شوفوا بقى حطيت الخضرة، شايفين اخضر خالص ازاي، مليان خضرة. انا عايزه اقول لكم ان الاكل النهارده كان يعني بصراحة بريمو، والله العظيم. اكل كان مليون في المية، كان حلو قوي. القلقاس كان تحفة يا جماعة، كان تحفة. والفراخ كانت تحفتين، والشوربة كانت حلوة قوي. الاكل النهاردة الحمد لله كان جميل قوي بصراحة. واحلى حاجة فيه ان الحضور بتاعه كان بيرفكت، يعني كان مظبوط، والله العظيم. بصوا انا اساسا بحب الاكل. فبعمل اكل حلو وبعمله بحب، فكده يعني. هنا بقى بصوا جايه اشوف القلقاس. القلقاسه طارت، كان لسه مستواش، القلقاسه طارت. المهم خلاص كده انا خلاص بقى سبته بقى مع نفسه القلقاس يعيش حياته. جبت بقى رز، غسلت الرز و... وبقى ايه، واحط له بقى السمنه بتاعته. ونسيت احط الملح، فتحت عشان احطه. خلاص كده الرز هيدخل في السوا معانا اهو، خلاص كده قلبته تقليبه تمام. وخلاص كده الرز كان استوى معانا وتردد. وهنعمل ايه بقى يا جماعه، خلاص اكلنا جاهز، نغرف بقى خلاص، ما عادش عندي صبر. تاتا. خلاص كده بقى جينا للحظه الحاسمه. الفراخ القمر، شايفين الاكل كله بيدخن، اكل نار. الفراخ طبعا القمر. والقلقاس شايفين عامل ازاي القلقاس، شوفوا زبده يا ولاد، زبده مربى. ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. القلقاس كان تحفه، استوى بسرعه وكان طعمه جميل قوي. والفراخ كانت حلوه ورز، بصوا والاكل كان حلو يا ولاد النهارده. يلا بالهنا والشفا. هنا خلاص بقى زي ما انتم شايفين الاكل خلص معانا، وكلنا وشبعنا والحمد لله. ودخلت بقى على المطبخ، قعدت ابص نوعين اقول لها انت هتخلصي امتى. والله غلبة يا جدعان، احنا زهقنا، مفيش حد يشوف لنا حل في المواعين دي والنبي. هنا بقى زي ما انتم شايفين بقى ايه، قلت بقى اما اخش طبعا بقى زي ما انتم شايفين اروق بقى مطبخي.
وكده يعني. طبعا انا مش هنام ابدا طول، ولا اعرف اقعد ابدا طول ما الدنيا كده. فروقت بقى المطبخ وغسلت المواعين زي ما انتم شايفين اهو، كفتها وسبتها تتصفى. هروح بقى على البوتاجاز، هشيل بقى كل الكوش دي، هغسلها لان الكوش دي كانت عامله لي فرسه في قلبي. دي ما بتطلعش خالص، دي من يوم البوتاجاز ما جه ورب العزه ما بتطلع، دي بالذات بغسلها زي ما هي. ماشي، فشايفين انا مفروسه من الكوش، مفروسه من كله. قلت بقى خلاص، جبت بقى ميه بتغلي من السخان، ما سخنتش السخان نار، نزلت منه الميه بتغلي، حطيتها عليهم. رحت بقى غسلت البوتاجاز، قلت عبال ما اخلص تكون ايه، الكوش ايه اتنقعت شويه حلوين. غسلت البوتاجاز وخليته زي الفل زي ما انتم شايفين كده. هروح فين بقى؟ اروح للكوش، شايفين عامله ازاي معفنه. عمري في حياتي ما سبت والله العظيم بوتاجاز يبقى كده ابدا، عمري والله. بس ما اعرفش ده من ايه، اجي اولع العين الكبيره دي، لو هعملها لها اي حاجه تقوم بايظه كده تتوسخ كده. المهم خلاص كده يا حبايب قلبي، الفيديو بتاعنا خلاص خلص. هكفي بقى المواعين اهو، خلصت البوتاجاز وخليته فله، والمواعين دلوقتي بقى هرصها. هرص بقى المواعين واخليها فله كده زي ما انتم شايفين، والمطبخ بقى زي الفل. ولعت هناك البوتاجاز عشان اعمل شاي، والمطبخ زي ما انتم شايفين بقى زي الفل، هو مفيش فيه معلقه. والحمد لله خلصت مهمتي على اكمل وجه. وكده يا حبايب قلبي الفيديو بتاعنا خلص، واشوفكم على خير، ويلا باي، سلام.